في عز الفترة اللي كنت غايب فيها طوال الفترة اللي فاتت حبيت أرجع بحاجة قوية، وفي عز طبعا الأحداث اللي بتحصل حاليا جوا غزة، فقررت إن الحلقة ديت أو السلسلة اللي أنا هعملها دي هي دي أنسب وقت ليها، لأن الموضوع له علاقة بشكل كبير جدا، ومع الفيديوهات هتفهم ده بشكل كبير. وأيوة، هي سلسلة فيديوهات مش فيديو واحد بس. في الفترة اللي فاتت وبعد التغييرات اللي حصل في حياتي اللي أثرت بصراحة بشكل كبير جدا على الوقت المتاح لي للتصوير، قررت إن أحاول أمارس هواية جديدة ما كنتش مارستها بشكل كبير قبل كده يعني، ووقع اختياري على قراءة الروايات، وبالتحديد أنا وقع اختياري على كتاب أنتي خريستوس للدكتور أحمد خالد مصطفى. الكتاب اللي أنا سمعت عنه كتير جدا ومعروف جدا إن هو كتاب خطير، وكم المعلومات كتير قوي فيه عن العالم والتاريخ البشري بتاعنا، وعن يعني الشياطين واتباعه في الارض. اكيد انتوا عارفين طبعا احنا نقصد مين في الحوار ده. بالنسبه لي انا اقرب وصف للكتاب ده هو انه كتاب يعتبر بيسردلك ثغرات كتير جدا في التاريخ البشري بتاعنا، خصوصا فيما يخص يعني قصص كتير مننا سمع عنها قبل كده، ولكن دايما بعد ما كانت بتخلص القصه بالنسبه لك كان بتفضل كام سؤال وكام بوينت كده عندك مش واضحين بشكل كبير، تساؤلات انت ما انتش عارف ايه جاب ده لده وليه حصل ده. الكتاب ده هو يعتبر بيوصل لك كل حاجه ببعضها وبيسد لك الثغرات دي، وهتلاقي نفسك بتربط كل حاجه ببعضها اوتوماتيك. خلينا ما نطولش اكتر من كده في المقدمه، لان احنا زي ما قلت عندنا اكتر من فيديو هنرغي فيه براحتنا، وعشان كده يلا بينا نبدا. بتبدأ القصة بداية مكهربة جدا، الوضع كأنك قاعد قدام راجل غريب في مكان غريب انت ما تعرفش منين وامتى وفين وازاي وصل لهنا، والراجل بيبدأ من اولها كده يقولك انك مجرد ما تقرأ الكتاب ده ارميه او احرقه فورا، وان هو ما عادش فيه كتير في وقته في حياته، وان نهايته قربت، وانهم كده كده هيتمكنوا منه. وبيقول لك كمان ان هو مش هيكدب عليك ابدا وهيقول لك الحقيقه كلها، وانه مدرك كويس قوي ان وجود الكتاب ده في ايدك مش معناه بالضروره ان انت واحد من هواة القراءه، وعشان كده هو بيقرر يلعب معاك لعبه عباره عن كروت عليها اشكال ورموز مختلفه. لعبه انا شخصيا اعرفها، ولكن اسمح لي ما اقولش، رغم ان انا ممكن اقولها، لكن اسمح لي امشي على خطاه وما اقولكش. وانا واثق ان عدد مش قليل منكم هيعرف اللعبه دي، وحتى لو ما تعرفهاش ففي الاخر هتعرفها. حط قدامك 6 كروت، والورقة الأولى هي عبارة عن صورة شيطان له قرنين وعليه ملامح غضب. الورقة التانية هي ورقة سحر الأرض، ودي عبارة عن صورة أرض متشققة والشقوق بتاعتها طالع منها نور. الورقة التالتة هي ورقة سحر الهواء، ودي ورقة عبارة عن صورة راجل ساحر بيرمي تعويذة في الهواء. الورقة الرابعة هي القوة المطلقة، ودي عبارة عن صورة قبضة راجل قوي لابس خاتم ذهب كبير. الورقة الخامسة هي عبارة عن صورة أصنام متكسرة عن طريق حد. الورقة السادسة والأخيرة هي ورقة المطرقة، ودي عبارة عن صورة راجل قوي شايل مطرقة وهو حداد وبيهوش بالمطرقة ديت في الهواء. تبدأ قصة من عند إيشما الراجل العجوز الراعي اللي كان قاعد في حاله. بعد كده لقى بنت صغيرة عندها 9 سنين آية في الجمال. في مشهد كانت الطيور بتسرق من أكله وبتاخده توديه للبنت دي عشان تأكلها. قرر ياخدها ويربيها وسميها سميراميس. والقصة دي اللي بتحصل في مملكة بابل كان فيه احتفالات بولادة مولود جديد من الملك كوش
والملك أوداش مولود ذكر، وده غالبا لأن أساسا الاحتفالات دي مبتحصلش لو المولودة أنثى، وتم تسمية المولود زهاك. بعدها إيشما الراجل العجوز الفقير شاف إن سميراميس ما تناسبهاش الحياة الفقيرة اللي هو عايشها، وإن هي تستحق إنها تعيش في مستوى أفضل من كده، فبيقرر ياخدها لسوق نينوي في بابل، واللي كان معروف بان بيحصل فيه جوازات كتير جدا، وكمان بيع لاطفال لناس اللي مش بتخلف اللي عندها حكم يعني. وفعلا لبس احسن ما عنده وخد سميراميس وراح هناك. كان معدي هناك وتزامن هناك وجود سيما، وده راعي خيول الميت، كان جاي هناك بيدور على خيول جديدة، ولكنه في لحظة نسي كل ده لما شاف سميراميس وهي على كتف إيشما، وجذبها جدا جماله، وكمان افتكر ساعتها ان هو فعلا ما بيخلفش، فقرر ان هو يشتري سميراميس ويتمناها كبنته. بنسافر لبعد الوقت ده بحوالي 100 سنة، وعلى عكس المتوقع انت ممكن تكون تفتكر مثلا ان كل الشخصيات اللي فاتت دي كلها ماتت، لا بالعكس، بل ان كمان اغلبهم في عز شبابه، والمفروض ان في الوقت ده كانت اعمار بشر كبيرة يعني. اللي حصل ان فعلا زهاك كان لسه شاب في الوقت ده، وبنيجي المشهد وهو قاعد جنب نافورة وقاعد جنبه مجموعة من البنات العرايا يعني، ودخل عليه واحد عجوز فاقد تقريبا لأغلب أسنانه وبيمشي بالعافية، ويعني بالبلد مكحكح يعني. ومهم العجوز بدون أي مقدمات قرر إن هو يسخر من زهاك، عشان زهاك بدون تردد يقوم واخد سيف من واحد من الحراس اللي جنبه ويقتله في ساعتها. ولكن الموضوع ما انتهاش عند كده. اللي حصل إن هو بعد ما رجع زهاك لأوضته على طول لقى الراجل موجود معاه في الأوضة، أو اللي هو الراجل العجوز، وحاول طبعا يستوعب اللي حصل ده، ولكنه ما ترددش وحاول يقتله تاني. ولكن كان في حاجة غريبة جدا، العجوز كان أشبه بالشبح، مفيش حاجة بتأثر فيه، أي حاجة بترمي عليه بتخترقه، حتى ضربات زهاك نفسها بتخترقه. وبعد كده حصل شوية مناوشات ما بينهم لغاية ما العجوز قرر يقول لزهاك إن هو اسمه لوسيفر، إبليس. وقال له ان هو شايف فيه ان هو اللي يستحق انه يورث منه او يتعلم منه الماجي، وان هو هيبقى اعظم اهل الارض وحاكمها بانسها وجنها. وطلب منه انه يقابله كمان شوية عند جبل اسمه دمبع. بالفعل زهاك راح هناك عشان يقابله، وفعلا لقاه هناك. والوضع كان كالاتي، ابليس هيكشف عن وشه لزهاك. لو زهاك قدر يستحمل اللي هو هيشوفه، بالنسبه له الوضع كده تمام، وانه فعلا هيعلمه الماجي. لو ما استحملش فيقتله على الفور. والرغم ان الموضوع كان صعب جدا على زهاك وعلى اي بشر عموما، ولكن زهاك تحمل وفعلا قلبه ما خفقش. واللي حصل ان بعد كده زهاك تردد على الجبل ده اكتر مرة بعد كده عشان ابليس يعلمه الماجي. والمفروض بقى بعدها بعد اللقاء ده بكام يوم زهاك نصب فخ لابوه الملك كوش، والفخ كان عبارة عن حفرة مرصوص فيها 50 رمح واقفين ومرصوصين جنب بعض، وموه الحفرة دي وغطاها كويس بشوية ورق شجر عشان في الآخر يموت الملك كوش على إيد ابن عاق. وتبدأ حكاية أكتر ملوك بابل جبروت ودموية وشر، حكاية الملك النمرود. على الجانب الآخر سميراميس كبرت وبقت أنس، ومش بس كده، دي بقت كمان قائدة في الجيش، وكانت فائقة الجمال. اتجوزت أونس مستشار الملك اللي هو مستشار الملك النمرود يعني. وبعد كده على طول دخلت في حرب على مملكة فيكتوريا هي وجودها أونس. وفي الحرب دي سميراميس تألقت جدا، الأمر اللي خلى الملك النمرود نفسه يطلب يشوفها عشان يعرف مين الست اللي ممكن تعمل كل ده. مجرد ما شافها من كتر اعجابه بيها وقف مكانه على غير عادته تماما، الامر اللي خلاه يقرر ان هو يرمي أونس من فوق القصر بتاعه عشان يجوزها هو. وبالفعل هو اتجوزها، وعشان في الاخر يجتمع شر وجبروت والسحر الاسود او الماجي للنمرود
مع ذكاء ودهاء سميراميس. وغزوات النمرود امتدت لحد ما امتلك 7 ممالك كاملة، حرفيا هو كل الأخضر واليابس في بابل. هل يقف عند كده؟ لا، قرر ان هو عايز يغزو السماء، وفعلا جمع 600 ألف عامل ومهندس، وفوقهم كمان تسخير الجن، عشان يبني واحدة من عجائب الدنيا ال7، وهو البرج اللي تجاوز طوله ارتفاع السحاب، وهو برج بابل. بعد فترة النمرود حلم بكابوس مفزع جدا، وقام منه مفزوع جدا، وطلب من المفسرين المقربين منه ان هم يفسروا الحلم، وهم ترددوا بشكل كبير جدا ان هم يقولوا له التفسير خوفا من ردة فعله، ولكنهم في الاخر قالوا الحقيقة. والحقيقة كانت ان هيتولد مولود هيكون هلاك النمرود على ايده. وطبعا الملك النمرود غضب جدا وامر بقتل كل المواليد الجداد واي اطفال حديثي الولاده، وفعلا حصلت مجازر بسبب الموضوع ده. ولكن يشاء ربنا ولادة سيدنا ابراهيم في التوقيت ده، وامه تخفيه من عيون جنود الملك النمرود. في الوقت ده بابل كانت بدأت تعبد الكواكب والشمس والقمر، ويصنعوا لها تماثيل او اصنام ويعبدوها. وكان المفروض ان الشمس بما انها اكبر كحجما، يعني المفروض هي دي بتمثل الملك النمرود. على الجانب الاخر سيدنا ابراهيم كان بيدعو لعبادة الله وحده. وحصلت الحادثة الشهيرة لما سيدنا ابراهيم راح كسر الاصنام اللي موجودة في معبد اور، ما عدا الصنم الاكبر فيهم وهو مردوخ. وطبعا لما اهل بابل لقوا الاصنام بتاعتهم متكسره، راحوا سالوا ابراهيم، وحصل المحادثه الشهيره وسالوه: هل انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال لهم: كلا، بل فعلها كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون. بعدها الملك النمرود قرر يستدعي سيدنا ابراهيم وساله: من هذا الاله الذي تعبده يا ابراهيم؟ قال له: الله الذي يحيي ويميت. قال له ملك النمرود: أنا أحيي وأميت، أمر بقطع رقبة سجين لي فأميته وأترك الآخر يعيش. فرد عليه سيدنا إبراهيم وقال له: إلهي يخرج الشمس من المشرق فأخرجها أنت من المغرب. وطبعا ما كانش في رد من نمرود، وطبعا ما كانش عنده حاجة يعملها غير إنه أمر بقتل سيدنا إبراهيم وحرقه في نار تكون هي الأكبر على وجه الأرض. ويقال إن أهل بابل استغرقوا حوالي شهر كامل يجمعوا في الحطب عشان النار دي، وفعلا ولعوا النار ورموا فيها سيدنا إبراهيم. ولكن ربنا أمر النار وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما النار طفت راحوا عشان يشيلوا رماد سيدنا إبراهيم، ولكنهم اتفاجئوا إن سيدنا إبراهيم كان سليم وما كانش فيه حتى خدش واحد. والأمر ده هو اللي خلى الملك النمرود غضب جدا، ولكنه كتم غضبه وقرر إن هو ما يطلعوش إلا على واحد بس، هو لوسيفر أو إبليس. الملك النمرود او زهاك راح مخصوص جبل دمباند عشان يقابل لوسيفر ويسأله عن القوة اللي مع ابراهيم اللي تخليه ينجو من نار كبيرة بالشكل ده. وهدد ابليس وقال له ان هو لو لقى القوة ديت هيقتله. بعدها بيوم دخل ابليس على الملك النمرود في هيئة الراجل العجوز اللي كان في اول القصة، ودخل على اساس ان هو الطباخ الجديد. طبعا الملك النمرود هو الوحيد اللي عارف ان ده ابليس، لكن ما حدش تاني يعرف من اللي كانوا قاعدين. دخل على اساس ان هو هيدوقه عينة من الاكل بتاعه، ولكنه قال له: لا داعي للتذوق، انت مرفوض. طلب منه لوسيفر ان هو يبوس كتافه تقديرا ليه. وما فهمش الملك النمرود ده عبارة عن اعتذار ولا ايه بالظبط، ولكن وافق وفعلا باسه من كل كتف مرة. بعدها الملك النمرود لما طلع ودخل على مراته سميراميس بدأ يحس بألم في كتافه، وحصل شيء من الخيال العلمي. خرج حيتين من كتافه ملهمش ديل، ومكان ديلهم هو المكان اللي خارجين منه من كتافه. وحرفيا هو ما استحملش الصدمه واللي هو شايفه، واغمى عليه ساعتها. وكمان اغمى على سميراميس اللي ما استحملتش المشهد المخيف اللي هي كانت شايفاه.
بعدها بعت ابليس رساله للملك النمرود وقال له ان هو لو ما اكلش الحيتين دول راسين بني ادمين كل يوم هياكلوا راسه هو. وبالفعل امر جنوده ان هم يجيبوا له كل يوم 2 بشكل عشوائي يقتلوهم وياخدوا راسهم ياكلوهم للحيتين. وكان من ضمن الضحايا بسبب الموضوع ده هم ولدين كاوي الحداد الاتنين، وده كان مهنته حداد، ومن هيئته ومن شكله تعرف عنه القوة. كان مسلم وكان متبع طبعا لدين سيدنا إبراهيم، وولديه الاتنين اتقتلوا قصاد عينه على ايد جنود النمرود. الامر اللي خلاه غضب جدا وقرر ينتقم من النمرود عن طريق انه فعلا قرر ان هو يجمع ضده غاضبين ومحتاجين كتير جدا، وفعلا تنقلت موجة الغضب ما بين القرى والثورة وبدأوا ينقلبوا عليه. راح كاوي الحداد للنمرود وعرض عليه يختار ما بين 2، يا اما يدخل الاسلام يا اما يقتله. فالنمرود رد عليه وقال له جمع جيشك وانا جمع جيشي عشان همحيكم مرة واحدة. وفعلا اتجمعوا الجيشين في حته قصاد بعض من بعيد، وكان واضح قوي الفرق في العدد ما بين جيش النمرود وجيش كاوي الحداد. جيش النمرود كان اكبر بكتير، الامر اللي خلاهم يبداوا يبصوا بنظرات سخريه على جيش المسلمين. ولكن يشاء ربنا في الوقت ده انه يوريه آية من آياته، وقرر ربنا يبعت عليه جيش تالت. والجيش ده ما كانش جيش جنود، ده كان جيش من البعوض او الناموس. يقال ان الجيش ده من الناموس غطى قرص الشمس في الوقت ده من كتر الناموس، وبدون اي مقدمات هاجم جيش الناموس على جيش النمرود. وكان الناموس فيه متوحش جدا، كانه جاي من العصر الجراسي، وكان حرفيا بياكل في لحمه. ما كانش فيه حاجه قدام النمرود ومراته غير انهم يبداوا يهربوا على الاحصنه بتاعتهم بعيد، وكانت احصنتهم اسرع نوعا ما من الناموس اللي كان بيطاردهم. ورفع النمرود راسه للسماء وسأل وقال من أنت يا صاحب القوة؟ أين أنت؟ هل أنت شيطان؟ وبعدها ناموسة واحدة كانت قادرة بس انها تبدأ تلحق بسرعة حصان النمرود، وعملت حاجة غريبة جدا. قررت انها تدخل في مناخير النمرود. الملك النمرود اختل توازنه من على الحصان وكان هيقع، ولكن لحقته مرات سميراميس وخدته على حصانها وراحوا ناحية البرج. جيش كاوي بعد المعجزة اللي شافوها سجدوا لله، وبعدها قرروا ان هم يطلعوا على طول على برج بابل ويحاصروا البرج لمدة 40 يوم. في نفس الوقت حالة النمرود كانت وحشة جدا. كان الناموسة اللي دخلت في مناخيره استقر جوه مخه وبقت بتزن وما بيرتاحش غير لما يتضرب بالشبشب على دماغه من الحراس والجنود بتاعه، ومن كتر الضرب وشه وعينيه احمر. على الجانب الاخر جيش كاوي ومعاهم قائدهم كاوي الحداد راحوا وبعد ما حصروا البرج لمدة 40 يوم قرروا ان هم يقتحموا البرج. وكاوي مقرر ان لازم نهاية النمرود تبقى على ايديه هو ويردوا له اللي عمل في ولاده. وخدوا هو الجيش بتاعه وراحوا على جبل دنباوند وعلقوه من ايديه ورجليه. وسابوه هناك يصرخ ما بين الناموسة اللي بتزن جوه مخه والحيتين اللي في كتافه الجعانين. وبعد شوية الحيتين قرروا انهم يبدأوا ياكلوا في دماغه وهو بدأ يصرخ لغاية ما خرجت ناموسة مكان ما الحيتين بياكلوا دماغه، ورجعت ناموسة لمكان ما رجعت ومات النمرود. وانتهت حكاية واحد من أكتر ملوك بابل جبروت وقوة في التاريخ. الكاتب بيعلق وبيقول ان النمرود هو اول واحد يتعلم السحر على وجه الارض، وان اتذكر اكتر من اسم حاكم في نفس الفتره في بابل زي الضحاك وزروستر. ولكن لما تبص على تفاصيل القصص دي بتلاقيها كلها زي بعض، وده لان الحقيقه ان النمرود هو زروستر هو الضحاك، هما ثلاثه هم عباره عن نفس الشخص. اما بقى بالنسبه لبرج بابل فهو تم هدمه بالكامل بعدها بفتره، وعشان كده هو ملوش اي اثر دلوقتي. اما بالنسبه لسميراميس
فهي مسكت الحكم لمدة 5 سنين بعد موت جوزها، وعملت ضريح له وزينته بتماثيل ذهب. كمان بنت الحدائق المعلقة واللي هي تعتبر حاليا تاني عجائب الدنيا السبعة. معلومة غريبة كمان ان الكاتب بيقول ان ساميراميس هي الست اللي شايلة الشعلة في تمثال الحرية، وهي نفس الست اللي شايلة الشعلة في شعار شركة الانتاج السينمائي كولومبيا بيكتشرز المعروفة جدا. وهي دي كانت حكاية الملك النمرود وأول فصل في كتاب أنتيخريستوس. والمفروض إن يعني درس وحيد مستفاد في الموضوع ده هو إن دايما الصفقة مع الشيطان خسرانة مهما كانت قيمتها أو شكلها في البداية، لأن في الأول في الآخر الشيطان هو بيحاول يوهمك إن هو أقوى حاجة موجودة في الكون ده، ولكن مفيش حد أقوى من ربنا. الحلقات الجاية مش شرط إنها تيجي ورا بعضها فيما يخص كتاب أنتيخريستوس، احنا هنعملها حلقات سلسلة كاملة، ولكنها مش هتيجي ورا بعضها، حلقة كده وحلقة من أي شيء آخر. وخصوصا إن إحنا عندنا حاجة تانية أهم نتكلم فيها، وهو الأحداث اللي بتحصل اليومين دول في غزة وفلسطين من جانب اللي ما يسموش. فانتظروا الحلقة الجاية، هتبقى حلقة مفصلة جدا واحتمال تكون طويلة عن تاريخ أهل الشتات في الأرض. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة.